مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج الطريق إلى المعلومة. نستضيف لنهار اليوم ممثل الاتحاد الوطني للأولياء التلاميذ عبد النور معتوق. مرحبا بك أستاذ عبد النور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الجمهور رؤية تي في، تحية لك الأستاذ أيمن قدري، وتحية كذلك لقناة رؤية تي في اللي رافقتنا طوال السنة في كل ما يخص المنظومة التربوية والانشغالات تاع أولياء التلاميذ. يعطيكم الصحة وبارك الله. شكرا لك أستاذ في هذه الحصة نفتح ملف امتحان البيام والبكالوريا، امتحان يعد مفصلا في مشوار التلاميذ، لكنه في كل سنة يثير النقاش. بداية حول ننتقل أول شيء حول شهادة التعليم المتوسط. كيف تقيمون أجواء الامتحان لشهادة التعليم المتوسط في هذا العام؟ أجواء الامتحان هذه السنة النسخة تاع 2025 يعني أقل ما يقال عنها أنها جرت في ظروف عادية وظروف هادئة. يعني نحكيو على الأجواء العامة تاع اللي جرت فيها، يعني الحمد لله جرت في ظروف هادئة، وهذا نتيجة العمل والتنسيق بين السلطات الوصية والشريك الاجتماعي والسلطات المحلية اللي يوفروا إمكانيات جبارة وأعطوا الأولوية لهذه الامتحانات، يعني بصفة خاصة البكالوريا والتعليم المتوسط والمنظومة التربوية والإصلاح التربوي بصفة عامة. ومن ناحية التلاميذ، هناك بكثرة يقولون بأن الامتحانات تاع البيام خاصة في الفيزياء والرياضيات، يقول لك بأنه راه هناك صعيب جاهم شوية. شوف نروحوا احنا توجور نروحوا دائما نروحوا للايجابيات من بعد نروحوا للنقائص ولا السلبيات والملاحظات. احنا الحاجه الاولى اللي نروحوا لها واللي لمستها، يعني انا عندي وليدي يجوز البيام هذه السنه هذه، يعني رانا نحكي لكم على تجربه كنت نروح نستناه وكنت نسمع ابيبري التلاميذ واش يحكيوا، يعني الطريقه اللي يحكيوا بها الشيء اللي لمسته واللي ايجابي، ونظن بانه الاولياء من خلال يعني المتابعه تاع الاعلام اللي كنا دائما نحاولوا نوصلوا رساله للاولياء من خلال القنوات الاعلام، كنا توجور نحثوهم على انه التحضير النفسي جد مهم في النتائج ولا في الشخصيه تاع التلميذ. الحمد لله الشيء اللي كنا لمسناه بانه تلاميذ كانوا يعني في حاله نفسيه هادئه، يعني وكانوا محضرين نفسيا. اما فيما يخص الملاحظات اللي حكيت عليها انت يا استاذ قدري، حكيت على موضوع الرياضيات وموضوع الفيزياء. احنا شوف احنا نسمعوا الاولياء واش يحكيوا، وحنا رانا اولياء، وعندنا في الاتحاد الوطني لاولياء التلاميذ اساتذه في التعليم المتوسط، اساتذه في الثانوي راهم اعضاء معنا، وعندنا مفتشين وعندنا دكاتره وعندنا مختصين وعندنا لجنه علميه في الاتحاد. سمعنا الى اراء اوليه ولا تحاليل اوليه فيما يخص الرياضيات اللي قال لك بانه موضوع في متناول التلاميذ، الا انه المشكل كان في الصيغه. ممكن بالك التلميذ ما فهمش الصيغه، الا ان يبقى الموضوع في متناول التلميذ. اما فيما يخص الفيزياء راح نقول لك واش قال استاذ صديقي هذايا، عنده تجربه اكثر من 25 سنه في التعليم المتوسط في ماده الرياضيات. واش قال لك؟ تبعني مليح التحليل هذا. قال لك بانه الموضوع كان سهل في متناول الجميع، الاسئله عباره عن نشاطات قام بها التلميذ داخل القسم، وكل من أهمل الدروس العمومية واعتمد على الدروس الخصوصية سيجد صعوبة في حل الموضوع، وكل من اهتم بالدروس والنشاطات والتجارب داخل القسم سيجد سهولة في حل الموضوع. وفي الأخير قال لك الخلاصة، الفيزياء هي عبارة عن شرح وتمارين وتجارب. ملاحظة برك، هذا الأستاذ إبراهيم موداش ممكن بالك عنده قلت لك أكثر من 25 سنة حتى 30 سنة في التعليم المتوسط، ممكن بالك ساعة تاع دروس خصوصية ما دارهاش. ونحيي كل أستاذ يقوم بالمهام تاعو يعني بضمير وبمهنيه، ويشوف على انه التعليم هو رساله وليس مهنه ووظيفه. احنا كي نزلنا ثاني ايضا الميدان تاع البيام، خدمنا مع اراء المواطنين وخدمنا مع ايضا مع الاولياء وخدمنا مع التلاميذ، ويشكو بكثره هذه الصعوبه. درك اين هو الخلل؟ اسكو في الاولياء ام في التلميذ ام الاستاذ؟ شوف الخلل، انا نحكي لك عن تجربه، نحكي لك عن تجربه تاع وليدي انايا. كما كنا نحكيو من قبل الحصه هذه، الاخ
ايمن المشكل هذا راح يبدا من الاسره. يبدا من الاسره، لانه التلميذ يراجع في الدار، تراجع له الوالده تاعو ولا يراجع له الوالد تاعو، راح يشوف لي ريزو سوسيو، راح يشوف مواقع التواصل الاجتماعي، يراجع من اليوتيوب، يراجع في القسم ويدي المعلومه من القسم ومن الدروس الخصوصيه، وكل واحد عنده طريقه تاعو الخاصه في الحل. كما كنت تشوف، كما كنا نسمعوا الان واش قال لك الاستاذ، كل من اهمل الدروس العموميه. يعني احنا اللجنه المكلفه بوضع مواضيع الامتحانات تكون من المنظومه التربويه، ماشي من خارج المنظومه التربويه. يعني الاسئله هذو ما راهمش يجيبوهم من اليوتيوب، من لي ريزو سوسيو ولا مدارس خاصه، هم اللي يديروا دروس خصوصيه هما اللي يديروا المواضيع. انا حسب رايي الاولي، لانه الاتحاد الوطني لاولياء التلاميذ راح نديروا اجتماع وراح نديروا تقييم. سمعنا كامل الملاحظات اللي جمعتوهم انتوما واللي سمعناهم حنا من عند الاولياء. راح ندرسوا الملاحظات هذو ونشوفوا اسكو الملاحظات هذو موضوعيه ومنطقيه. اذا كانت موضوعيه ومنطقيه ان شاء الله راح نرفعوها، ومن بعد نولي لك كاين بعض الانشغالات تاع الاولياء والملاحظات اللي كانوا قالوا لنا عليهم. اذا كان هذه الانشغالات ولا هذه المشاكل ولا هذه الصعوبات ولا هذه يعني الاراء كانت موضوعيه ومعقوله، حنا راح نرفعوها للسلطات الوصيه، ونتمنوا من السلطات الوصيه الحمد لله اللي راهي فاتحه باب التواصل مع الشريك الاجتماعي، زيد تفتح الباب للمجتمع وللراي العام، والسيد الوزير يدير بيان توضيحي ويجاوب على الاسئله والانشغالات هذوما. يعني انا نظن باللي كل هذه الانشغالات عندها مبرر، سواء عند الوالي ولا عند السلطات الوصيه، راح تشرح وتوضح للراي العام. الخلل نقولوا مالا في التلميذ اللي ما عرفش كيفاش طريقه الاسئله. ما نقولوش خلل في التلميذ، الخلل ضحيه، التلميذ ضحيه. الخلل فينا احنا كمنظومه، الخلل راهو فينا احنا. انا جلست معكم في العديد من المرات، انا كنت نقول دائما بانه ما راناش في وقت تاع القاء التهم ولا نتنصلوا من المسؤوليه. يعني كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعو، نعترفوا بالخطا اولا، بالاخطاء تاعنا ايا كان الاعلام، الاسره، المدرسه اللي راهو يدير الدروس الخصوصيه، الوزاره، مديريه التربيه، كامل نتلاقاو. يعني ماشي باش نلقيو التهم ولا باش كل واحد يتنصل من المسؤوليه، نتلاقاو ان شاء الله باذن الله ونريحوا، كل واحد يعترف بالخطا تاعو، ومن الاعتراف بالخطا يبدا التغيير ان شاء الله. احنا نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ولكم ايضا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. استاذ، هل تلقيتم ملاحظات من الاولياء حول سير الامتحانات او طبيعه المواضيع؟ شوف، سير الامتحانات قلت لك انا الحمد لله يعني مشات في ظروف عاديه وظروف هادئه، اللي عكستها التدخلات اللي شفناهم تاع التلاميذ. يعني الطريقه اللي تكلموا بها ولا النفسيه الهادئه اللي تكلموا بها. اما فيما يخص الملاحظات اللي وصلتنا حنايا، كاين اولياء اللي قال لك ممكن الوقت تاع 3 ايام هذايا ما يكفيش، ومادتين في الصباح ومادتين في المساء، يعني بزاف شويه. كاين اللي شكاو كذلك قال لك باللي كاين بعض المواد العلميه اللي ما يكفيش الوقت. انا كنت شفت بعض التلاميذ اللي خرجوا قبل ما يخلص الوقت. معليش، احنا نتمناو ان شاء الله ونرجو من وزاره التربيه باش تاخذ هذه الملاحظه بعين الاعتبار ان شاء الله وتدرسها، وتشوف اسكو كاين امكانيه، الا كاين امكانيه باش يزيدوا لهم شويه في الوقت تاع الامتحانات. يعني في عوض تكون 3 ايام تكون 4 ايام كما الباكالوريا، يمدوا في الوقت وتمديد في الايام. هذه وحده. عندنا كذلك فيما يخص الماده العلميه تاع العلوم 1.5 ساعة بالمقارنه مع اللغه الفرنسيه اللي عطاو لها 2 سوايع. كاين اللي قال لك من المفروض انه الماده العلميه يعطيوها اكثر من اللغه، بما انه الفرنسيه كما هي كما اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه 1.5 ساعة واللغه الفرنسيه 2 سوايع. راك معايا؟ هادو ملاحظات، احنا تلقينا الملاحظات وسمعنا للاولياء واش قالوا، احنا ندرسوا هذه الملاحظات.
نبعتوهم لوزاره التربيه، ومن بعد وزاره التربيه تدرس الملاحظات هذو ان شاء الله، وان شاء الله نتمناو بعد ايام قليله ان شاء الله وزير التربيه ولا يعني مكلف ولا ممثل عن وزاره التربيه يدير ندوه صحفيه يوضح فيها الانشغالات هذوما، باش ما ننساش يعني وزاره التربيه مشكوره على المجهودات اللي بذلتها، مشكوره على الامكانيات اللي وفرتها، يعني باش ما نبخسوش الناس الحق تاعهم، كل ما هو ايجابي وفرت امكانيات الحمد لله. التحضير بدا من السنه اللي فاتت، بدا التحضير للسنه هذه، يعني بمجرد انه بذلوا جهود. لا الحمد لله، يعني ما عطاو توصيات المدراء التربيه يعني فتح الابواب للشريك الاجتماعي باش يتقبلوا يعني يستقبلوا الانشغالات. السلطات العليا وزاره الداخليه كذلك مدت تعليمات للولاة باش دائما الشريك الاجتماعي يكون حاضر في كل ما يخص المنظومه التربويه، يعني اي اجراءات ولا اي مشاريع تكون تخص المنظومه التربويه، يعني الحمد لله احنا نكونوا حاضرين. الا انه نشوفوا باللي السلطات الوصيه ولا حتى السلطات العليا للبلاد تأكد وتحث دائما المدراء على فتح الأبواب للشريك الاجتماعي وعلى ضرورة وأهمية ووجوب تأسيس فروع مدرسية داخل المؤسسات. إلا أنه في بعض المؤسسات نجد هناك عزوف تاع المدراء، يعني احنا ما نروحوش لسوء النية، احنا نقولوا ممكن بالك المدراء هذوما عندهم صورة ولا انطباع سيء عن جمعية أولياء التلاميذ، ممكن بالك عندهم تجارب خاصة، لكن هذا ما يمنعش وما يبررش عدم تأسيس فروع مدرسية لأنها مهمة جدا. أستاذ، أيضا هل لاحظتم تأثيرات نفسية على التلاميذ بعد اجتياز البيام، خاصة ممن لم يكونوا راضين عن أدائهم؟ ولا قلت كان التحضير النفسي شفتوا يعني جيد، مام حتى وانه بعض التلاميذ اللي ما خدموش في شافوا احنا ما نقدروش نحكموا نشوفوا اسكو كانت الحلول تاعهم صائبه ولا غير صائبه، مازال هذا الحكم هذا سابق لاوانه، هم حكموا على ارواحهم بانهم ما خدموش مليح في الامتحانات، الا انهم النفسيه تاعهم يعني كانت جد عاديه، وهذا هو الاصل، يعني الانسان يكون سوي الشخصيه والنفسيه تاعو تكون مليحه. انا دائما الاولياء نحثهم نقول لهم يا ودي التحصيل المدرسي ولا الدراسه تجي في المرتبه الثالثه، ما ديروهاش في المرتبه الاولى. عندك تلميذ يكون مربي تربيه اولا، لانه اسمها الاسم تاعها هي وزاره التربيه والتعليم، تربيه تسبق التعليم. ثانيا انه التلميذ هذا يكون الشخصيه تاعو سليمه وسويه، من بعد يجي التحصيل المدرسي. نعطيك حاجه واحده اخرى ايمن، ممكن بالك يكون على بالكم بها، بانه العام المقبل ان شاء الله راح تكون كاينه هناك ثانويه مهنيه، يعني تلميذ حتى وانه ما يستاهلش شهاده التعليم المتوسط راح يروح للثانويه المهنيه يقرا فيها 3 سنين، وكاين بكالوريا مهنيه ان شاء الله. هذا جدد، هذا راح هذه جديده باذن الله. بون احنا كاتحاد وطني لاولياء التلاميذ نتمنوا هذا الاجراء، يعني اللي جاء بعد دراسه وبعد ما شافت الدوله الجزائريه بانه السوق الاقتصادي ولا سوق العمل ضروري، يعني هذا الشيء ضروري لسوق العمل وراح يجيب اضافه. وكذلك ما يخفالكش بانه احنا ثاني ولادنا نتقلقوا عليهم بعد التعليم المتوسط، خاصه اللي ما كملوش الدراسه تاعهم في الوقت هذا، يعني في السن هذا سن حرج، نتمنوا كامل باش يواصلوا الدراسه تاعهم. سن صعيب هذا، خاصه هذا استاذ، هذا السن صعيب، سن صعيب. شوف ايمن، يتعب هو، اسمح لي يا استاذ، يتعب نفسيا وزيد يتعب حتى الاسره. شوف اذا كانوا الاولياء، اذا كانوا الوالدين محضرين يعني، وعندهم تجربه ولا عندهم تكوين في التربيه تاع الاطفال، باسكو ماشي حاجه ماشي سهله ايمن. صدقني سي عمليه تاع التربيه تاع الاطفال انا نشوف فيها متعه. هذه استاذ، الضحيه ديما هو تلميذ او الطفل من طرف الاسره. انا بالنسبه لي من طرف الاسره، من طرف الاسره ومن طرف المجتمع، وبدرجه اولى سي من طرف الوالدين. نقول لك علاش ايمن،
لانه احنا في الاسره ممكن بالك كاين اسره اللي ولا والدين اللي عندهم 3 4 اطفال، ممكن عندهم 2 ما يقدروا لهمش في الدار، فما بالك الاستاذ اللي راهو عنده 40 و45. وفي الدروس الخصوصيه رانا نشوفوا فيهم منين ذاك يفوتوا 100 يفوتوا 100 تلميذ. لكن الوالي اللي ما يربيش وليده على احترام الاستاذ ويمد الحق دائما لوليده، صدقني راح يتعب هو ويتعب وليده ويتعب حتى الاستاذ معه. انا شفت به بعض الحالات يعني مؤسفه وين الوالي يروح مع الام تاع التلميذ يدي معه وليده ويروح يعني يروح يتشاجر مع الاستاذ. وين يبقى الاحترام لهنا الاستاذ؟ وين يبقى الاحترام؟ تروح الاحترام هنا يا فوالا تبدا من الاسره. نحكي لك قصه صارت مع انس بن مالك رضي الله عنه. جاله واحد قال له دلني كيف اربي ابني. سقساه قال له شحال عنده وليدك من اللي زاد؟ قال له اسبوع. واش قال له انس بن مالك؟ قال له جئتني متاخرا. هذا اسبوع فقط جاءه متاخرا. هو سبحان الله. يمزح معاه. مي الاصل وشنو هو؟ الجنين في البطن تاع الام تاعو لما ربي سبحانه ينفخ فيه الروح يبدا في التواصل مع العالم الخارجي عن طريق الحواس تاع الام تاعو، عن طريق السمع، عن طريق النظر، عن طريق حتى الشعور تاعها، النفسيه تاعها اذا كانت مضطربه راح تاثر على الابن تاعها. لذا انا ننصح الاولياء قبل فتره الحمل يبداو يهذبوا في التصرفات تاعهم، كسوا في الاكل، كسوا واش يشوفوا، واش يسمعوا، واش يتكلموا، لانه كل شيء هذاك راح يرجع للطفل. من بعد لما يخرج يبدا يسمع ويبدا يحس عن طريق الحواس تاعو. يوصل واحد السن يبداو يدخلوه المعلومات. لما يوصل سن المراهقه يبدا يعبر. الا احنا ما عرفناش واش ندخلوا في فراسه الطفل هذا، كيفاش نربيوه، كيفاش نكونوه، لانه الاولياء ما يخفالكش الاخ ايمن ما يفرقوش بين الرعايه والتربيه، لانه التربيه حاجه والرعايه اخر. التربيه توفر الامكانيات الرعايه توفر الامكانيات الماديه للطفل، اما التربيه شيء اخر، تكون الشخصيه تاعو، تربي على القيم والمبادئ والاخلاق. من بعد يوصل سن المراهقه يبدا يخرج في المعلومات، المكتسبات اللي اكتسبها. ومن بعد انت واش درت فيه؟ انت واش زرعت فيه؟ واش زرعت يخرج هذاك الثمار هذه. وحنا نتمنى ان شاء الله الخير لاولادنا، لانه انا نقول لهم دائما بان الطفل هذايا ولا التلميذ ما يعنيش غير الاولياء، ما يعنيش غير الأسرة، يعني المجتمع ككل، يعني مجمع واحد راهو في المنظومة هذه في المجتمع، يعنيه التلميذ هذاك ويعنيه الطفل هذاك، لأنه هو اللي راح يكون في المستقبل. ما نقولوش طبيب، ما يبداو من أصغر مهنة إلى أعلى مهنة. يعني إحنا في المجتمع نحتاجوا كل شيء، نحتاجوا من البنا للفلاح، كل شيء مترابط، ونحتاجوا كل شيء إلى أعلى درجة وإلى أعلى مرتبة. هكذا باش نبنيو مجتمع إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نبنوا بناء صلح، وإن شاء الله قاعد نكونوا مترابطين ومتكاتفين إن شاء الله. والله كاين الأخ أيمن كل الظروف مواتية يعني، والإمكانيات كاين، والجزائر عندها يعني إمكانيات بشرية وإمكانيات مادية وطبيعية تزخر بها الجزائر. يعني المقومات كاين، الحمد لله. يخص فقط برك الربط بين المقومات هذوما وكيفاش نستغلوا هذه المقومات، وشكون يستغل المقومات هذو؟ سي الجانب البشري، الجانب الإنساني. يعني إحنا لو كان نستثمروا ولا الجزائر تستثمر في الجانب البشري، سي هو اللي راح يربط وراح يستغل هذه الإمكانيات كامل إن شاء الله يا ربي. أستاذ، ما هو الدور الذي لعبه الأولياء خلال هذه الفترة في دعم أبنائهم حسب رأيكم؟ شوف أستاذ، إحنا كما قلت من قبل، إحنا الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ سنة دراسية يبدأ يحضر فيها من قبل، ماشي من الدخول المدرسي. كما السنة اللي فاتت كانت عندنا تجربة وين أنه استغلينا مواقع التواصل الاجتماعي واستغلينا التكنولوجيا باش نديروا نشاطات في الصيف، يعني في العطلة الصيفية. ما يخفى لكمش بأنه العطلة الصيفية في الجزائر طويلة بزاف. نعم.
والتلميذ ينقطع عن الدراسه. وكاين هناك الكثير من المدن الداخليه مساكن ما عندهمش وين يقضيوا العطله الصيفيه. وحتى هنا في الشمال يعني وين عندهم يقضيوا العطله الصيفيه، ممكن اللي الوالدين تاعهم ما عندهمش عطله باش يخرجوا مع اولادهم، باش يريحوا مع اولادهم، يعني ما عندهمش امكانيات. الاتحاد الوطني لاولياء التلاميذ كان استغل كما قلت لك التكنولوجيا، ووفر يعني خصص وقت يومي درنا فيه مسابقات، درنا فيه نشاطات، درنا فيه اللغات، درنا فيه الانفورماتيك في مختلف المجالات. يعني ما كانش مكثف، يعني حاجه خفيفه، ساعتين ولا ساعه ونصف في اليوم. كانت فرصه كذلك للتلميذ باش يزيد في الثقافه تاعو، يزيد في المهارات تاعو. وحاجه واحده اخرى ثاني باش نخلقوا علاقه ولا ربط بين الولايات، يعني طفل الجنوب مع طفل الشمال، والشمال مع الشرق، والشرق مع الاخر، يعني نخلقوا هذاك الترابط. والتلميذ ولا الطفل عبر كامل التراب الوطني ما يحسش بهذاك النقص بينه وبين تلميذ في ولا طفل اخر في منطقه اخرى. من بعد بدات في الدخول المدرسي بديناها بتحضير الامهات كما كنا نحكيو من قبل على تحضير الاسره وتكوين الاسره. كنا نديروا دورات تكوينيه للامهات خاصه، لانهم هم اللي يقضيوا مده طويله مع اولادهم في المنزل على الطريقه الصحيحه والسليمه للتربيه تاع التلميذ ولا المعامله تاع الطفل. وقلت لك هذا الشيء اللي ممكن كان عنده تاثير نفسي ايجابي على التلميذ. يعني في اخر سنه جاب نتيجه. من بعد خلال سنه كانت عندنا هناك نشاطات، لانه الاتحاد الوطني لاولياء التلاميذ من بين الاهداف تاعو هو النشاطات الفكريه والثقافيه والرياضيه داخل المدارس. علاش؟ باش هذه تزيد الرغبه للتلميذ في الدراسه، يعني يجي يقرا ولا يجي يدرس عن حب ورغبه، وهذا مقتنع، يجي قانع، تكون عنده ذاك الجذب، حاجه تجبدوا للدراسه في المدرسه. من بعد قبل ايام من شهاده تعليم متوسط، الحمد لله، يعني نشكر مختصين نفسانيين وفي علم الاجتماع اللي كانوا داروا دورات ولا حصص تاع التحضير النفسي للتلميذ داخل المتوسطات. وقلت لك باللي قضيه تاع مجتمع كلنا رانا مسؤولين على التلميذ هذا. كم رانا مسؤولين. أستاذ، هل سجلتم انشغالات معينة تتعلق بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى خلال الامتحان؟ سجلنا، وحاجة قلت لك أنا توجور نحب الإيجابيين، بعد نروح النقائص، ما نقولش سلبيين، نقول نقائص ممكن بالك اللي خفات على السلطات الوصية ولا ممكن الشيء اللي أثر فيا نفسيا. شفت 20 حالة تاع مرضى السرطان، ربي يشفيهم إن شاء الله. يعني وفرت لهم الدولة الجزائرية إمكانيات باش جوزوا الامتحانات داخل المؤسسات الاستشفائية. يعني هذه حاجة نتمنوها حنايا، وحاجة اللي تزيد يعني في روح الانتماء وروح الوطنية لدى التلميذ ولدى المواطن الجزائري، لما يحس بأنه الدولة تاعو ولا السلطات راهي مهتمة به، يزيد حبه الجزائر. مالغري شفناهم مرضى السرطان مساكن ما راهم يقاوموا في المرض تاعهم، وراهم يحاولوا وراهم يبذلوا مجهودات في تحقيق الاهداف تاعهم. ان شاء الله نتمنى لهم الشفاء ان شاء الله يا رب، يشفي كل ان شاء الله مرضانا يا رب. استاذ، قبل ما احنا ننتقلوا لشهاده البكالوريا، احنا نقولوا كلمه ربي يوفقهم ان شاء الله تاع البيام، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق ان شاء الله يا رب. ما هي الكلمه هذه قبل ما نحن ندخل؟ انا شوف نقول لك باللي النجاح هو نسبي، يعني يختلف من شخص الى اخر. هذه الامتحانات، التعليم المتوسط ولا التعليم الاساسي ولا البكالوريا ولا الشهادات، هذوما هما امتحانات يجتازهم فقط التلميذ ولا الطالب ولا يجتازهم. اما النجاح سي حاجه واحده اخرى. نجاح يعني الانسان لما يحقق الاهداف تاعو. احنا فقط زرعنا ولا تكونت عندنا مفهوم ممكن يكون خاطئ عن النجاح، واختصرناه فقط في الدراسه. ممكن النجاح راح يكون في مجال اخر وفي ميدان اخر، كما قلت لك هو نسبي. عجبتني واحد الرساله بعثوها في سنغافوره، بعثوها الاولياء تاع التلاميذ
شهاده التعليم المتوسط فيها تفصيل، ويعني عجبتني بزاف، ما راهيش اعطنا مقطع منها. مقطع منها. واش كنا نحكيو دركا كما كنا نقولوا في نفس سياق الحديث، كنا نتكلموا عن نجاح الاخ ايمن. قلت لك عجبتني رساله بعثتها مدرسه لاولياء تلاميذ في سنغافوره. نسمعوها استاذ هذه الرساله. ان امتحانات ابنائكم على وشك البدء، ونحن نعلم أنكم قلقون جدا بخصوص أداء أبنائكم، لكن تذكروا من فضلكم أنه بين هؤلاء التلاميذ الذين سيدخلون هذه الامتحانات هناك فنان وليس من الضروري أن يفهم الرياضيات، وهناك مقاول ليس من الضروري أن يتقن التاريخ، وهناك موسيقي ليس من الضروري أن يتفوق في الكيمياء، كما أن هناك رياضيا صحته الجسدية ولياقته البدنية أهم من علاماته في الفيزياء. إن حصل ابنكم على علامات عالية فذلك شيء عظيم، أما في حالة عدم حصوله عليها فلا تجعله محط سخرية، ولا تجعله يفقد ثقته بنفسه وكرامته. هدئوا من روعهم واشرحوا لهم أن ذلك لا يتجاوز كونه امتحانا صغيرا، وأن هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة. قولوا لهم أنكم تحبونهم مهما كانت علاماتهم، ولن تصدروا أحكاما أبدا عليهم، اطمئنوهم. من فضلكم افعلوا هذه الأشياء، وبعدها شاهدوا أبناءكم يحققون نجاحاتهم. امتحان واحد وعلامة سيئة لن تسرق منهم أحلامهم ومواهبهم. رجاء لا تفكروا للحظة واحدة أن المهندسين والأطباء هم أسعد الناس على وجه الأرض، فلكل فرد أهميته، والناجح هو الذي يتقن عمله في مجاله أيا كان. هذه رسالة اللي بعثتها. يا سلام يا الرسالة. هذه الرسالة يعني والله غير عجبتني، وكنت نشرتها أنا قبل الامتحانات. ونحاولوا دائما كيفاش الأولياء كما كنا نحكيو من قبل بأنه الشخصية السوية تاع التلميذ ولا تاع الطفل، التربية السليمة تاع الطفل أهم من النتائج تجي في المرتبة الثالثة. نحكي لك فقط عن تجربة قاموا بها في الولايات المتحدة الأمريكية. الأولياء اللي عندهم العطلة الأسبوعية تاعهم ماشي كما العطلة الأسبوعية تاع التلميذ، يعني في الغالب أنه العطلة الأسبوعية الدراسية للتلاميذ هي السبت والأحد في الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك بعض الأولياء اللي العطلة الأسبوعية تاعهم ممكن تكون بالك الاثنين والثلاثاء، ممكن تكون الثلاثاء والأربعاء. عملوا واحد التجربة، هو أنه التلاميذ اللي الأولياء تاعهم العطلة تاعهم تختلف عن عطلة نهاية الأسبوع، سمحوا لهم بالغياب في العطلة تاع الوالد تاعهم. صدقني هذه التجربة يعني حققت نتائج. نزيد نعطيك معلومة أخرى، ممكن بالك الرأي العام ما زالت عنده في راسه الترتيب تاع أنه فنلندا تحتل المرتبة الأولى في جودة التعليم. في السنوات الأخيرة فنلندا خرجت من العشرة الأوائل، يعني راهي في المرتبة 13 ولا 14 من حيث جودة التعليم بعدما كانت في المرتبة الأولى. الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي راهي تحتل المرتبة الأولى من حيث جودة التعليم. علاش طرقت أنا للشيء هذايا؟ بأنه جودة التعليم هذا ما راهوش شيء صعيب وما راهوش شيء مستحيل. ممكن نقدروا نخدموا عليه ولا تخدم عليه المنظومة التربوية في الجزائر ولا المجتمع الجزائري ولا الدولة الجزائرية خلال 3 سنين ولا 4 سنين. ممكن احنا نكونوا في المراتب الأولى، ولما لا، بما أنه كل الظروف مواتية وكل الظروف تتوفر. يعني فنلندا هذه ما بقاتش في المرتبة اللي كانت فيها، عملت الولايات المتحدة. كاين دول اللي دخلت في الترتيب تاع العشرة الأوائل، كاين دول اللي غيروا داروا تغيير. هذا نتيجة عمل ودراسة ومخطط يعني وتنسيق بين كل السلطات. إن شاء الله نكونوا نخطوا تخطيط حسن إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. أستاذ، الآن ننتقل حول تحضيرات لشهادة البكالوريا. مع اقتراب البكالوريا، ما هي ملاحظاتكم حول الاستعدادات النفسية ودراسة التلاميذ الأقسام النهائي؟ شوف، احنا كما كنت نقول لك الأخ أيمن بأنه التحضيرات لا تختلف كثيرا عن التحضيرات تاع البكالوريا.
نحيي بالمناسبة ومن هذا المنبر التنسيقية الولائية للاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ على المجهودات الجبارة اللي راهم يقوموا بهم في تنسيقية الأغواط. راهم حطوا طالب تاع إطعام وإيواء 2000 تلميذ من الأحرار، يعني باش يتكفلوا بالإطعام والإيواء تاعهم. 400 تلميذ إن شاء الله في المغير، وكاين هناك ولايات أخرى داخلية يعني وين كاين تلاميذ يسكنوا في مناطق نائية. إن شاء الله راح ننسقوا مع السلطات الوصية والمحلية باش نتكفلوا بهذا إن شاء الله. مبادرة جيدة هذه ان شاء الله باذن الله. يعني شوف الاتحاد الوطني الحق تاع ربي، يعني راهم عندنا ديجا في الاصل انه المنخرط ولا العضو في الاتحاد الوطني لاولياء التلاميذ ديجا اصلا لازم يكون والي. يعني كامل الاعضاء تاعو رانا معنيين ورانا نحسوا بالتلاميذ تاعنا، رانا نحسوا في الصعوبات اللي يعانيوا منهم، في المشاكل اللي يعانيوا منهم. يعني رانا من الواقع وعندنا اجتماعات عايشين معاهم وعندنا اجتماعات دوريه يقوم بها الفروع المدرسيه من بعد الانشغالات ولا التقييم ولا التقارير ترفع المكتب البلدي، من بعد ترفع التنسيقيه الولائيه، من بعد ترفع المكتب الوطني. احنا ندرسوها ونقدموها للسلطات الوصيه. يعني الحمد لله كاين ابواب مفتوحه وكاين تجاوب. نعم. وكاين ثاني كذلك نشاطات كثيره قاموا بها في الولايات. على سبيل المثال أستاذة الرياضيات اللي راهي رئيس تنسيقية ورقلة، نحييها بالمناسبة، قامت بتجربة يعني جديدة وهي تدريس البرمجة. هذه دارتها يعني هي كمبادرة شخصية ولا مبادرة تاع التنسيقية. يعني شوف الحق تاع ربي الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ راه يبدع في المساهمة، إلا أنه في بعض الأحيان نجد بأن هناك بعض المسؤولين اللي ممكن ما راهمش يفهموا الرسائل اللي راه يقدمها رئيس الجمهورية. ممكن بالك اللغة اللي راه يتكلم بها ما راهمش يفهموها، راه يمد توجيهات ويقول لهم باللي الشريك الاجتماعي جد مهم في التسيير ولا في الديمقراطية التشاركية. أستاذ، أيضا كيف يمكن للتلميذ أن يستثمر هذه الأيام المتبقية بالذكاء؟ نعطيه كيف كذلك تجربة تاع تلميذ. كنت أنا حضرت من العاصمة من بير خادم، نحييه بالمناسبة، واسمه هشام. كان تلميذ مجتهد كي كان في الابتدائي. تعرض المرض هذاك تسبب له في إعاقة جسدية ولا إعاقة حركية. من بعد ما اثرش في هذاك الاعاقه الحركيه، ما اثرتش على النتائج المدرسيه تاعو، الا انه كان عنده صديق اللي كان يرافقه دائما يروح لعنده للدار، يلعبوا كيف يخرجوا. يعني كان مقرب اليه. دوك نوصل لك الرساله اللي حبيت نوصلها ليك ونوصلها للاولياء والمجتمع ككل. من بعد في تيرمينال في النهايه في السنه الثالثه ثانوي، التلميذ هذا ولا الزميل تاعو رحل، بدلوا سكن. التلميذ هذا هشام تاثر نفسيا. شو الاعاقه الحركيه والاعاقه ما اثرش فيه، الا انه اثر فيه صاحبه، فقدان الزميل تاعو اثر فيه نفسيا. والام تاعو استاذه تحكي، هي قالت لك باللي النتائج تاعو من ممتاز حبط ولا يدير معدل 5-6، وبقات شهاده البكالوريا بقات شهر ونص. يعني ما مسكينه حصلت كيفاش دير، وكانت حباته باش يجيب البكالوريا. هو كان مأثر نفسيا بالفراق تاع التلميذ تاعو. تواصلت مع استاذ يعني مختص في المرافقه النفسيه للتلميذ، عمل له برنامج خاص. شوف منين انتقل من معدل 5-6 خلال السنه، في شهر ونص هذاك تحصل على شهاده البكالوريا ب 14.36. ما شاء الله. صدقني انا ان شاء الله ندعوكم ان شاء الله باش تستضيفوا الحاله، نواصلكم على الحاله هذه ان شاء الله. صافي بليزير هي والشيخ هشام والاستاذ نبيل الزناسني هذايا. يعني تجربه حيه. الرساله اللي حبيت نوصلها لك هو التاثير النفسي على النتائج المدرسيه.
التحضير النفسي عنده دور كبير، دور كبير 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 ما تقدرش توقعوه. لانه نشوفوا احنا الخطا الكبير والشائع والفادح اللي يديروه الاولياء، وهو لما يوصل التلميذ ولا يوصل وليده لشهاده تعليم متوسط ولا شهاده البكالوريا يكون يمارس الرياضه، يحبسوا عن الرياضه. والرياضه هي عباره عن متنفس، يعني مكان اللي سولاجي فيه، يخرج كاع الطاقه السلبيه، يخرج فيه الطاقه السلبيه. هذه اولا. ما يخفالكش بانه العقل تاع الانسان ولا وظيفه ولا الدماغ يعمل بالاكسجين، والاكسجين هو ينطلق ولا يسير يمشي في العروق تاع الدم، وباش يمشي في الدور في العروق تاع الدم يعني بطريقه سليمه وبطريقه كافيه تسمح للعقل باش يؤدي الوظائف تاعو، لازم له يمارس الرياضه على الاقل نصف ساعه في اليوم. والاولياء يفضلوا انهم وليدهم يروح يدير الدروس الخصوصيه على انه يروح يمارس الرياضه. يزيد يضغط عليه، يزيد يضغط ضغطا على ضغط، من بعد راح يكون عنده انفجار. استاذ نرجع على الدراسات الخصوصيه هذه. نعم. هذو اللي منعوهم هذه الدراسات الخصوصيه، كيف ما هو تعليقك؟ شوف احنا نصحوا معلومه ممكن بالك اللي يديروا الاساتذه اللي يديروا دروس الخصوصيه. ونعطيك معلومه ثاني الاخ ايمن، ما راهمش كلهم اساتذه، يعني كاين مؤثرين في لي ريزو سوسيو راهم يسترزقوا ولا راهم ياكلوا في الخبز بالاخرى هدايا. مع كل احتراماتي للاساتذه كما قلت لك من قبل، نزيد ناكد عليها. ممكن في مره من المرات وين كاين بعض الصفحات اللي كانوا استغلوا تصريح كنت درته انايا وخذوا منه مقطع ما فهموش الاساتذه. انا كنت قلت بعض الاساتذه اللي ربي يغفر لهم وربي يسامحهم. لقيت فيها تهجمات؟ نعم. ما يعني ماشي مشكله. احنا عندنا مبدا وعندنا قضيه رانا ندافع عليها باذن الله ان شاء الله، ورانا على حق ونواصلوا في الدفاع عن القضيه هذه. نعاود نصحح لك المعلومه هذه بانه ولا اللي وصلت للراي العام بانه الدوله الجزائريه ولا السلطات الوصيه، وهذا كان مطلب منا نحن كاولياء بتنظيم ولا بضروره تنظيم الدروس الخصوصيه. اولا باش الوالي يكون يعرف وليده ولا الابن تاعو الظروف اللي راهو يتمدرس فيها، لانه شفنا في بعض الحالات وين الدروس الخصوصيه تندار في كراجات، تندار في اقبيه، تندار في اقسام اللي ممكن بالك العدد تاع التلاميذ. انا شخصيا شفت وين داخل كراج وين فاتوا ممكن بالك 90-80 واحد داخل كراج، ومن بعد الاستاذ يجي يقول لك انا ما نقدرش. كيفاش هذا راح يستوعب التلميذ؟ كيفاش انا قبل لازم نستوعب الشيء هذايا، كيفاش قدر يديرهم لداخل كراج هذا اولا الظروف تاع التمدرس. ثانيا اولادنا يعني وين راهم يقراو وعند من راهم يقراو، وهذا الاستاذ هذا واش من الايديولوجيا راهو يحمل، يعني واش راهم يزرعوا في اولادنا. يعني انا ما نكذبش عليك، انا اولادي نخاف عليهم باش يروحوا يقراو في كراج ولا يقراو في قبو ولا يقراو في مكان ما على باليش واش راهم يقروهم. ممكن بالك يستغلوا التعليم باش يوصلوا لحاجه واحده اخرى، ممكن بالك راهم يزرعوا فيهم ايديولوجيا، ممكن بالك راهم يزرعوا فيهم فكر سياسي متطرف ولا حاجه. احنا كنا طالبنا بالتنظيم ومازلنا نطالبوا بتنظيم الدروس الخصوصيه، وهذا شيء مشروع من حقنا ومن حق اولادنا. حتى البيئه تلعب دور، البيئه اللي راه يقرا فيها التلميذ تلعب دور كبير. اذا كان يقرا كما قلت استاذ في كراج ما يقدرش يستوعب حتى واش راه يهضر، قادر يهضر مع زميله مع هذيك الفوضى 60 بنادم ولا 80 بنادم. كيفاش راح يكون هذاك نفسيا؟ كيفاش ما كيما دخل كيما خرج، دخل عمر وخرج عمر ومن بعد في نهايه السنه ممكن بالك راهو ما يقراش بالطريقه ولا من المنهجيه الصحيحه. من بعد في اخر سنه لما يكون امتحان تعليم متوسط ولا البكالوريا ولا حتى الامتحانات العاديه، التلميذ مسكين راح يلقى صعوبه في صيغه تاع سؤال ولا في حل المواضيع وفي حل الاسئله. انا واش نقول لك باللي انا شخصيا نشوف بانه التلميذ تكفيه الوقت اللي درسوا في المدرسه مع بذل شويه مجهود في المنزل،
تكفيه. ممكن تبقى حالات خاصه اللي ممكن تحتاج الى استدراك اللي كانوا يديروه داخل المدارس، وحنا كنا طالبنا باش الدروس الخصوصيه هذه تكون منظمه وتندار داخل المدارس. علاش لا تندار داخل المدارس وتكون بثمن رمزي ومعقول، والاستاذ يستفاد، المدرسه تستفاد، واولادنا راهم مؤمنين. واذا كان حتى ايضا يدرس حتى مع اصحابه في كاش منزل نورمال. احنا كنا نديروها كنا نروحوا المنازل وين نتلاقاو في منزل، كل مره نتلاقاو في منزل صديق. حتى واحد خالتي عيشه هذه ربي يرحمها كانت يمات صديق مسكينه، كانت نهار نروحوا نراجعوا في المنزل تاعها. بالمناسبه نترحم على اللي ماتوا في زنزال 21 ماي 2003 اللي هي كانت تسكن في العماره تاع الديس في رغايه. كانت مسكينه ربي يرحمها. كي نروح نقرا مع وليدها مروان هذا صديقي، كانت تخلي المنزل تاعها وتروح ضيفها باش نريحوا حنا نقراو، يعني نقراو آلاز، وهذه تجيب نتيجه. وماذا بينا حنا تاني نزرعوا ثقافه. الحمد لله راهي في كل بلديه كاين مكاتب عموميه للمطالعه. ماذا بينا حنا نزرعوا ثقافه هذه في داخل التلاميذ. وعلاش لما لا تفتح المدارس في نهايه الاسبوع ولا في الفتره المسائيه للتلاميذ باش يتلاقاو، ولا تستغل كمكتبات يديروا لها موظفين من البلديه يقوموا بالحراسه تاعها، يستغلوا اقسام المراجعه. لما لا؟ نعم، بما انه الهياكل راهي متوفره موجوده. ان شاء الله استاذ. ما النصيحه التي توجهونها للاولياء من اجل دعم ابنائهم دون ضغط عليهم؟ وش حنقول لهم؟ انا نقول لهم باللي خليوا ولادكم يكتشفوا القدرات تاعهم ويكتشفوا الطاقات تاعهم، خليهم يكونوا الشخصيه تاعهم، ما تاثروش عليهم، خليهم يثبتوا الوجود تاعهم، يثبتوا الذات تاعهم، وما تاثروش عليهم، ما تحسوهمش بانكم سبب النجاح تاعهم. خليهم يحسوا بانهم هما اللي حقوا النجاح هذاك. يعني بالاهميه ولا بالطعم تاع النجاح هذاك. صدقني، لانه الانسان لو كان يعرف القدرات تاعو والطاقات تاعو، لو واش يقدر يدير، ولا القدرات تاع الذاكره تاعو، صدقني حتى عقبه ما راح يتلقاها في الدراسه. بالمناسبه احنا ممكن الصيف هذا ان شاء الله راح يكون عندنا برنامج خاص كما اللي درناه الصيفه اللي فاتت. ممكن الصيفه هذه يكون موسع وتكون فيه نشاطات كثيره مع منصه رقميه اللي اسمها منصه معلم. عندنا ان شاء الله مشروع تاع برنامج خاص للتلاميذ والاطفال بصفه عامه. ومن بين النشاطات ان شاء الله اللي نتمنى ان شاء الله تكون، ونتمنى صديقي عبد القادر الراسين اللي هو بطل عربي وبطل افريقي في الذاكره، مدرب في الذاكره، نتمنى ان شاء الله باش يدير لنا دورات في تدريب الذاكره، لانه الذاكره حاجه كما يقولوا جد مهمه في الدراسات تاع التلميذ. كما يقول طوني بوزان مكتشف ولا مخترع الخرائط الذهنيه، يقول لك لا توجد ذاكره ضعيفه وذاكرة قوية، هناك ذاكرة قوية بالاستعمال وذاكرة ضعيفة بالإهمال. الذاكرة تاع الإنسان تحتاج التدريب. حتى هذا عبد القادر راسين والأخ تاعو يحيى راسين عندهم برامج خاصة تاع تدريب الذاكرة. وعندنا طاقات وعندنا كفاءات اللي نقدروا نستغلوهم في التربية والتعليم. ان شاء الله. ما ممكن تديروا برك دورات ما تنساوناش. لا رانا هذا عبد القادر راسين تحبوا تستضيفه ولا ان شاء الله يجي يحيى راسين. كاين منصه معلم ثاني نحييهم بالمناسبه اللي راهم يقوموا بمجهودات يعني جبارة. عندنا الكفاءه ما شاء الله. لا ما شاء الله. ممكن بالك هذه المنصه تاع معلم جديده على المجتمع الجزائري، مي تخلي التلميذ ولا تسمح للتلميذ بأنه يعتمد على القدرات تاعو في المنزل بعيدا عن الدروس الخصوصية. يعني يراجع بالهاتف، ولا يراجع بالطابلات، ولا يراجع عنده كما درك رانا في العصر السرعه. قادر يقرا وحده بلا دروسات خصوصيه. حتى المنصه تاع معلم. المنصه تاع معلم هذه
المقرر ولا البرامج تاعها جايه من البرامج تاع المنظومه التربويه، يعني ماهيش خارجه على البرامج تاع المنظومه التربويه، يعني راهي في البرنامج. وحتى التطبيق هذايا ولا المنصه الرقميه هذه يقدر من خلالها الوالي يراقب التلميذ تاعو ويعرف المستوى تاعو. حتى التطبيق هذا يساعد الاستاذ ويساعد المعلم في مراقبه مستوى التلميذ وما مدى استيعابهم للدروس اللي راه يقدمها من خلال التمارين اللي تقدمها المنصه تاع المعلم هذه. كلش متوفر، اقرا برك، هذا ما كان الانسان غير يقرا برك. الحمد لله خصنا برك نرافقوا برك التلميذ هذا ما كان، نرافقوه ونوجهوه ان شاء الله، نعطوه تعليمات فقط، نرافقوه ونوجهوه فقط ونتابعوه من بعيد دون ان نؤثر عليه نفسيا بالسلب. باسكو كان ياثروا عليه، يقول لك لازم تجيب الباك. انا حتى حاليا مؤخرا يقول لك انا عاد ما يقولكش نفرح، انا نفرح والديا. ما واحد المقوله يقول لك انا نقرا باش نفرح والديا، معليش فرح نفسك، عاود كي تفرح نفسك اوتوماتيكمون راح تفرح والديك. وهذا ابسط شيء تقدموا للناس اللي يحبهم هو النجاح تاعك. قدموا لهم كهديه، وهذه ترجع لك انت، وترجع لك انت، هذا مصيرك انت راك تبني فيه. نعم. هل لديكم توصيات بخصوص تنظيم وقت المراجعة، النوم والتغذية في هذه المرحلة؟ شوف أنا ننصح أبنائي التلاميذ، كاين أوقات معينة للدراسة، حذاري برك من الهاتف هذا، ما تكثروش منه بزاف لأنه يتسبب في يعني عدم تركيز وتشتت الافكار عند التلاميذ ولا عند الطلبه. حاجه واحده اخرى ثاني، السهر من اجل المراجعه، لما تلميذ ولا طالب يشوف نفسه بانه ما راهوش قادر يستوعب يروح ينام، يروح يريح، يريقل التليفون تاعو ولا يريقل الساعه تاعو، ينوض صباح بكري، يرقد مليح اولا، ينوض صباح بكري ويراجع. يعني كان اللي يوصلها 4 تاع الصباح 5 تاع الصباح ويقرا. شوف كاين وقت محدد تاع المراجعه. انا الشيء حنا كنا قرينا ودرسنا واجتزنا كامل المراحل ودرنا دراسات عليا. كان عندنا ما نقولكش برنامج خاص، مي كنا نراجعوا بذكاء. يعني الانسان اذا كان شاف روحه ما راهوش قادر يستوعب يتوقف على المراجعه. نزيد لك معلومه فقط، الانسان عنده هنا الغده هذيك تدعى الغده الصنوبريه. الانسان خلال اليوم تاعو الملايين من الخلايا تتاثر وتتعب الخلايا هذيك. الغده الصنوبريه هذيك في الليل واش لازم يكون تعمل من صلاه العشاء حتى صلاه الفجر. سبحان الله، اسمع عندها اوقات، عندها اوقات. علاش يقول لك وجعلنا الليل لباسا سباتا. المهم الغده الصنوبريه هذيك تطرح الماده هذيك تعاود تجدد الخلايا تاع الانسان، بشرط انه الانسان لما ينام يرقد في الظلام الدامس، يعني حتى ضوء ما يكون شاعل. لما هذيك الغده الصنوبريه تطرح الماده هذيك والخلايا هذيك تعاود تتجدد وتعاود تحيا الخلايا هذيك، ساعة ونص فقط. دورة نوم واحدة اللي هي ساعة ونص تقدر تكفيه باش يعاود يسترجع. ما على بالكش أيمن بأنه دورة النوم فيها ساعة ونص. حلال كي يرقد بنادم. لا، ساعة ونص. حنا ممكن بالك ترقد 8 سوايع، ترقد 7 سوايع. إذا كان نط ولا استيقظت في نصف الدورة هذيك، يعني تكون في السوبات، يعني تكون خلاص، تكون ميت كما نقولوا احنا، تكون عيان تعبان مرهق. باش نشرح لك مليح. شوف عندنا ساعة ونص، دورة النوم فيها ساعة ونص. الإنسان لما ينام كي ترقد يعني ترقد فاطن وتبدا تغوص في النوم، تبدا تروح في النوم تدريجيا. لما توصل 45 دقيقة بالضبط الإنسان يكون في واحد المرحلة خلاص ميت. من بعد يبدا يفطن تزيد تفوت 45 واحد اخرى، ساعه واحده اخرى، يعني ساعه ونص الدوره تاع النوم. يوصل لواحد المرحله بين النوم وبين اليقظه، يعاود يدخل في مرحله ولا في دوره اخرى تاع نوم. لما الانسان ينوض في نصف الدوره هذيك ينوض مكسر وينوض ماشي شبعان النوم، يعني ينوض فاشل.
انا ننصح التلاميذ وننصح المواطنين يجربوا الفكره هذه تاع دوره النوم. وكاين حتى في جوجل لما دير وقتاش ترقد ووقتاش تنوض يعطي لك الدورات تاع النوم، يعني تنوض بعد ساعه ونص ولا بعد 3 سوايع ولا 4 سوايع ونص ولا 6 سوايع ونص، يعني تكون كملت دوره النوم كامله. لما تمدها تعطي له الوقت وقتاش الوقت اللي ترقد فيه يعطي لك الوقت وقتاش تنوض، يعني انت ترقلي التليفون تاعك على حسب دورات النوم. المهم اللي عنده شمبره يظلمها مليحه ويرقد ينوض شابع نوم. أستاذ، أيضا ما هو الدور الأولياء في المرحلة القادمة؟ ما أهمية الجو العائلي الهادئ أو البعيد عن التوتر في النجاح التلميذ في امتحان البكالوريا؟ شوف أنا بالتجربة نشوف بأنه لما الوالي ولا الوالدين ولا الأسرة بصفة عامة تحاول بأنها توفر ظروف خاصة للتلميذ هذاك اللي راه مقبل على امتحانات نهاية السنة كتعليم المتوسط وتعليم الثانوي يعني شهادة البكالوريا، لما تحاول أنها توفر له ظروف خاصة، هذاك بمجرد أنها تحاول توفر له ظروف خاصة هذاك راح يشكل عليه ضغط، صدقني. باش توفر له هذا لما توفر له ظروف خاصة يحس باللي يعني راح تبدل عليه الظروف اللي كان يراجع فيها. خلي له الظروف كما هي، خلي طبيعيه، خلي على الطبيعه تاعو، ما تحسوش بانه يعني راهو ما تفكروش بانه عنده شهاده تعليم متوسط ولا شهاده بكالوريا ولا خلي يفوت كما الامتحانات عاديه. عادي، صدقني هي امتحانات اقل ما يقال عنها اقل من العادي. هي نفسيه، ترجع النفسيه ايضا اقل من العادي تاع الامتحان تاع كما نقولوا احنا البكالوريا البيضاء ولا تعليم المتوسط الابيض ولا عفسه هكذا الباك بلون ولا البيام بلون. تلقى البيام شهاده البيام ولا المواضيع تاع شهاده البكالوريا اقل صعوبه من سابقاتها. يعني خليه في الظروف العاديه تاعو. بمجرد انك تحاول توفر له ظروف خاصه، هذاك راح يزيد يأثر عليه. كيفاش؟ راح يحس بمسؤولية بأنه لازم يغير له المسار، راح يغير له أيضا المسار، لازم راح يتحصل على الشهادة هذيك كما قلت انت باش يرضي والديه وباش يرجع لهم الخير تاعهم. لا ما ترجع لي لا خير لا والو، دير الخير في روحك، راجع قوم بالمهام تاعك والباقي على ربي سبحانه. كانت تقول لنا هذه خالتي عائشة الله يرحمها، الله يرحمها، كانت تقول لنا هي راه عند ربي راهي فاريه، هذه ان شاء الله راهي مكتوبه مسطره، الا انه الانسان يقوم بالشيء اللي عليه. الانسان يسعى ولا على ربي سبحانه، والدعاء ان شاء الله، الدعاء سبحانه ان شاء الله. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، ندعو لهم ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ، هل لديكم تجارب او قصص ايجابيه من اولياء دعموا ابنائهم بطريقه ناجحه؟ ما عندناش تجربه، عندنا تجارب. كاين اولياء اللي بعد 20 ولا 25 سنه ولا 30 سنه عاودوا شهاده البكالوريا مع اولادهم. هذه بكثره، هذه نشوفها، هذه رافقوهم. وانا ان شاء الله باذن الله راني اكثرنا في ولدك اش ما عندك فكره. العام هذا وليدي ادم راه جوز شهاده تعليم متوسط، ربي يوفقه ان شاء الله. حاب نكرر التجربه هذه ونسيل المتعه تاعها ان شاء الله مع وليدي، ونعاود نجوز معها شهاده البكالوريا ونراجعوا كيف ونقراو كيف ان شاء الله. ان شاء الله متعه هذه متعه والله. شوف صدقني متعه قعود الاب مع هنايا. احنا شوف حنايا فقط لازم نغيروا الصوره تاعنا عن التعليم، لانه التعليم هذا يا ولا الدراسه العلماء هذو نهار قراو ونهار اكتشفوا ونهار اخترعوا ونهار ابتكروا نظريات وقواعد في الرياضيات في الفيزياء في العلوم بصفه عامه، ما داروهاش ولا ما قراوش خصيصا باش يديروا نحن الامتحانات، باش يديروا مواضيع تاع الامتحانات ولا عقبات في طريقنا احنا زعما باش نجوزوا الامتحان. العلم هذا اللي نقراوه لازم نبدلوا احنا الفكره. علاش رانا نقراو لازم نفهموا علاش رانا نقراو، بانه العلم هذا راح يفتح لنا ابواب، راح يساعدنا في مجالات العمل. يعني كل واحد في التخصص تاعو، اللي في التقني في الادبي في اللغات، اللي راه في اللغات في الشريعه. يعني كل واحد في المجال تاعو. انا نقول لهم دائما الاخ ايمن، لو كان تلميذ عنده 2 علامات استفهام لداخل العقل تاعو، لو كان يفهم علاش راهو يقرا،
لماذا يدرس وكيف يدرس. صدقني ما يسحق حتى حاجه، يروح يقرا ويعاود يولي لماذا وكيف. لماذا يدرس وكيف يدرس. وكما كنت ممكن بالك تلميذ راه يقرا باش ينجح باش يفرح هو مي لازم حنا نفهموه علاش راهو يقرا، علاش راهو يدرس، من بعد نعطيو له الطريقه. انا كانت عندي تجربه رائعه مع استاذ ارزقي شريفي، راهو في كندا حاليا، كان مدرس تاعي استاذي في الرياضيات. كنت حصلت على علامه 12/10 في الفصل الاول. من بعد عمل معايا حصه فقط الاخ ايمن، ماشي حصه لداخل القسم، مشينا برا قصرنا حوار وكأنه صديق لي، أعطاني بعض النصائح خلال ممكن بالك في نقاش تاع 20 دقيقة، فهمني في بعض نقولكش ما تكلمليش عن الرياضيات، اعطاني فكره عن الرياضيات، ما هي الرياضيات، الدول كيفاش جات، علاش راحوا من الداله رؤوس اقلام فقط، علاش راحوا من الداله العدديه للداله اللوغاريتميه للداله الاسيه، علاش العلماء هذوك حاولوا كيفاش يخترعوا ولا يكتشفوا حل للمعادلات اللي ما لقاو لهمش حل. وعلمني وشنو كيفاش نقرا. قلت لك انا شفت وليدي يدرس بطريقه خاطئه، يدرس بطريقة خاطئة. الرياضيات وشنو هي؟ الرياضيات هي عبارة عن قواعد ونظريات، وعندك تمارين تطبقها على عدة وضعيات. الرياضيات ما راهيش مراجعة، ما راهيش حفظ، الرياضيات هي عبارة عن تمارين. الفيزياء كما قلت لك من قبل، أستاذ تاع الفيزياء قال لك هي شرح وتمارين وتجارب، يعني ما يكثر من تمارين. فوالا هذه هي، يعني ما تبقاش 2 سوايع ولا 3 سوايع انت مقابل الكمبيوتر ولا مقابل التلفاز مقابل اليوتيوب وراك تسمع في الرياضيات ما تسمعش الاخ ايمن. الرياضيات لازم تطبق، تتمرن عليها على عدة حالات وعدة وضعيات. الفيزياء كما كان يقول الاستاذ هي عبارة عن نشاطات وتجارب، ما تتفرجش عليها على اليوتيوب. فهمني الطريقه، علاش قلت لك طريقه خاطئه. دوك عاد يحفظوها، ولاو يحفظوها ويريح 2 سوايع ولا 3 سوايع ورا مقابل اليوتيوب. بالك يحفظوا هذيك الطريقه فقط كيفاش هي تمشي. ما معليش الطريقه هذيك ما تريحش 3 سوايع، الطريقه هذيك عندك 5 دقائق ولا 10 دقائق تحفظها، ومن بعد تحل اكبر عدد ممكن من تمارين. نعطيك انا الطريقه اللي كنت نراجع بها. انا اولا كنت نبحث عن اصعب التمارين واصعب المواضيع نحلها. من بعد كي نحلها نولي نحلها بالكرونومتر، نحلها بالساعه، باش نهار الامتحان يعني ما يكونش عندي هذاك الضغط يعني من الخلل تاع الوقت الزمني ممكن ما يكفينيش. ولا كنت نحط الساعه قدامي، كنت تتمرن ونتمرن. من بعد لما نحل تمارين علميه سواء في الفيزياء ولا في العلوم ولا في الرياضيات، عندي ماده ادبيه معها، ماده تحفظ معها. ماده تحفظ معها فهمها وتحفظ، يعني الانسان باش توازن، يعني الانسان دير توازن. وفي بعض الاحيان لما يعني يجيك موضوع صعيب، يجيك نخليه ونروح نريح. منين ذاك نكون راقد الاخ ايمن نوض نكتب الحل، يجيني الحل نكتبه ونعاود نولي نرقد. هذه هي كما قلت لك باللي الدراسه هذه متعه، ولو كان نوصلوا كيفاش نجاوبوا ولا نحيوا علامه الاستفهام اللي في عقل التلميذ هي لماذا وكيف يدرس، لماذا يدرس وكيف يدرس. صدقني راح نتحرروا من اولادنا، راح نخليهم يولوا مستقلين في الدراسه. انا نشوفوا فيهم حاليا دركا كان اللي ما كملش الدراسه تاعو في صغره، في كبره كمل الدراسه تاعو. انا نشوف فيهم حتى اللي راح استاذ اللي راهم يعدوا حتى تاع البكالوريا تلقاه 40 سنه 50 سنه 60 سنه قرن 101 يعدوا في الباك. 40 سنه راهو صغير. رانا شفنا ناس وين في مؤسسات عقابيه اللي محكوم عليهم بالبد وقراوا وجابوا الشهادات، ومن بعد معدلات جيده، ومن بعد نظرا لحسن السيره والسلوك داخل المؤسسه العقابيه ولا مؤسسه اعاده التربيه اطلق سراحهم وبداوا الحياه تاعهم. يعني الانسان بما انه حي، بما انه يتنفس،
هو قادر على تحقيق الاهداف تاعو. ما نقولوش الاحلام، لانه الاحلام تتحقق في النوم، الاهداف تتحقق في الواقع، يحققوا الاهداف تاعهم. هو الانسان كيعود عنده هدف وعنده نقطه يحب يوصلها مهما يكون. اكيد نعاود نولي حاجه برك ذكرتني عليها. كاين فرق بين التلميذ الذكي ولا الانسان الذكي والتلميذ المجتهد. ممكن تلميذ تلقاه ذكي لكن ما يتحصلش على علامات جيده ولا علامات ممتازه، ما يستغلش الذكاء تاعو، ما يجتهدش من اجل الاستغلال. لكن تلقى تلميذ اخر نسبه الذكاء تاعو عاديه الا انه مجتهد منضبط عنده اراده، يتحصل على نتائج ممتازه، نتائج رائعه. هذه هي. هناك اختلاف. والامتحان هو عباره عن عمليه استرجاع فقط، وما راهوش مسابقه. الامتحان ما هو الامتحان والمسابقه مختلفين. الامتحان هو يعني العدد تاع الناجحين مفتوح، ممكن بالك 100% تكون نسبه النجاح، لكن نسبه النجاح في المسابقه مرتبط بعدد الاماكن المتاحه ولا المتوفره. هذه هي. أستاذ، ما هي النصائح ختامية للتلاميذ أو الأولياء باش تنصحهم للتلاميذ والأولياء؟ أنا قلت لك النصيحة اللي نقدمها للأولياء، خليوا ما يضغطوش عليهم، ما تضغطوش عليهم، ما تحاولوش أنكم توفرون لهم ظروف خاصة للتمدرس، خلوهم في الظروف العادية تاعهم. ننصح التلاميذ بأنه سهر بزاف من أجل الدراسة، لما تشوف روحك راك مرهق خلاص توقف عن الدراسة، حبس الأخر تاعك، حبس الدراسة تاعك. حاول في الفترة هذه حاول كيفاش تمارس الدراسة، تمارس الرياضة عفوا، باش تنحي شوية على روحك. لازم أستاذ اسمح لي، لازم يدير جدول. هي نورمالمون يدير جدول. أول شيء لازم يدير جدول. اول شيء اللي لازم يدير جدول لتنظيم الوقت تاعو، يدير برنامج خاص. كما كنت مقبله تكلمت لك على البرنامج الخاص اللي داروا التلميذ هذاك هشام المعاق حركيا، من بعد ما كان يتحصل على علامات سيئه، دار برنامج خاص مع مرافق دراسي. اللي ننصح الاولياء ممكن بالك السنه القادمه نحاولوا كيفاش نديروا حمله اعلاميه معاكم على كل حال، ومع الاعلام بصفه عامه، لاهميه المرافقه النفسيه. عندنا مرافقين نفسيين، عندنا اخصائيين في علم الاجتماع، في علم النفس، لانه الدور ولا الجانب النفسي عنده دور مهم في النتيجه المدرسيه. قلت لك ينظموا الوقت تاعهم. لما تدرس ماده علميه درس معها ماده ادبيه، يعني باش تريح تروح الماده الادبيه، ماده تاع تمارين وماده تاع فهمه، مع ماده تاع حفظ. رياضيات كما قلت لك هي عباره عن تمارين فيها قواعد ونظريات وتمارين. يكثروا من تمارين رياضيات، فيزياء، علوم طبيعيه، هذول كثروا من تمارين. حلوا المواضيع تاع السنوات السابقه. ممكن بالك اذا كان عندكم الوقت تقدروا تلخصوا الدروس في خرائط ذهنيه اللي كنا تكلمنا عليها من قبل. هي طريقه جيده وفعاله للدراسه، يعني تخلي التلميذ ولا تخلي الطفل يراجع ويركز اكثر في الدروس تاعو، ونسبه النجاح يعني كانت كبيره بعد التجربه اللي كانوا عملوها على بعض التلاميذ. الوقت، الاجتهاد. هو الانسان استاذ كعود راح يفوت شهاده البكالوريا يديروا كما الامتحانات الفصل الاول والثاني والثالث، عادي ما يديرهاش باللي حاجه كبيره، خاصه اللي راهم في البدايه. هذا يقول لك راني ما نجحش، كيفاش يبدا يخمم في السلبيات. عادي جدا. والتلميذ راني نقول لكم بلي الامتحان هذا ما داروه لكمش كعقبه، داروه فقط من اجل يعني باش نكتشفوا القدرات فقط تاع التلاميذ. كما قلت لك اللي ما نجحش في العام في السنه هذه يعاود يشوف، عنده فرصه واحده اخرى، عنده فرصه اخرى، ويعاود يشوف الاخطاء تاعو، يصحح الاخطاء تاعو، والعام الجاي ان شاء الله يقدر يتحصل بسهوله، وممكن بمعدل اكثر تسمح له باش يكون عنده فرص اكثر واختيارات اكثر في الجامعه ان شاء الله.
إن شاء الله. أستاذ، ما أهم الأخطاء التي يجب تفاديها في الأيام الأخيرة قبل الامتحان؟ الأخطاء اللي يجب تفاديها قبل الامتحان كنا تكلمنا عليها من قبل. كنا تكلمنا على النصائح. الأخطاء قلت لك هو محاولة الأولياء بأنهم يوفرون جو ملائم ولا جو خاص بالأولاد تاعهم. تلميذ تلقاه يقرأ بطريقة عشوائية وما راهوش منظم الوقت تاعو، يقرأ ممكن 24 على 24 ساعة، من بعد في يوم الامتحان يتبروكا، يعني خلاص يتوقف، ما يقدر يبذل حتى مجهود. كاين هناك تلاميذ اللي ممكن خلال السنة الدراسية ولا في المراجعة تاعهم يراجعوا بصفة عادية، يحلوا تمارين. لما يوصلوا للامتحان ولا يوصلوا للقسم باش يحلوا الامتحان يعطيوهم المواضيع، يعني ما يقدروش يحلوا تمارين. هذا نظرا كما قلت لك بانه الاولياء ما يخلوش اولادهم يراجعوا وحدهم، يوقفوا لهم دائما يبقاو يراجعوا معهم. التلميذ يعني يتعود على الوالي قدامه في المراجعه، كسوا يماه ولا باباه. لما يروح للمدرسه يلقى روحه وحده امام الموضوع، راح يتلقى صعوبه ولا ما كان يخاف حتى من السوجي، كي يعطيه له السوجي تلقاه يخوف، يكون عنده لطراك. كاين حتى اللي يطيح يتصرع، يغمى عليه حتى ويكون محضر يحكموا لطراك هذاك. مي انا واش شفت انا في الشهاده التعليم المتوسط الحمد لله العام هذايا التلاميذ كانوا محضرين، يعني نفسيا النفسيه تاعهم كانت جيده، والظروف اللي امتحنوا فيها يعني كانت جيده. كانت السلطات الامنيه قامت بالدور تاعها، الحمايه المدنيه كانوا تم، الماء كان قدام الادارات موفرين كلش الحمد لله. الحمد لله، يعني الظروف ملائمه، يعني الدراري الظروف ولا الاجواء تاع بعيدا عن الامتحان المواضيع الامتحانات، يعني الاجواء العامه والظروف العامه يعني كانت مناسبه. نتمنى ان شاء الله، واكيد راح تكون في شهاده البكالوريا هذه ان شاء الله تكون ظروف ملائمه كما شهاده التعليم المتوسط ان شاء الله. استاذ، ايضا ماذا تنصحون التلميذ ليله الامتحان؟ كحد راح عنده غدوه الامتحان، ليله الامتحان، وش لازم تنصحوه؟ انا وش لازم ننصحه؟ انا شخصيا عن تجربه، الليله تاع الامتحان هذاك حاول كيفاش ما خلاص، يعني اللي قريت في العام ولا ما قريتش الليله هذيك، يعني ما راح تكفيك باش تقرا. يبقاو لك ديروا توش هكذا، يبقاو لك عفايس حوايج صغار هكذا ممكن بالك تتذكرهم ولا حاجه. مي خفف المراجعه تاعك، والله ما يقراش، يروح يرقد، ولا ما تقراش اصلا، يرتاح، ولا ما تقراش اصلا. يعني ما تزيدش تضغط على روحك، خلاص دوك الوقت خلاص كما يقولوا احنا رفعت الاقلام، الوقت خلاص. قلت لك اذا كان تبقاو ديروا توش هكذا ولا حوايج حبيت تتذكرهم اللهم بارك، يعني بانك تصار حتى الصباح وتجيب صباح ومن بعد صباح تروح الامتحان. هذا عن تجربه. كنا احنا في الايام الاخيره كنا نباتوا عند واحد الصديق في ايام الامتحانات هذوما، نرقدوا من بعد انا نقول لهم كي توصلوا للدوال نوضوني، كي يوصلوا للدوال وانا غير راقد برك. من بعد الحمد لله يعني كنت راجعت خلال السنه، حفظت خلال السنه، تحصلت على علامه 18 الله يبارك ما شاء الله. والبرنامج كنت كملته في مارس. كنت بديت الدراسه ديجا متاخر، بديت الدراسه في ديسمبر المراجعه في العطله تاع الشتاء. في ظرف 3 شهور كنت كملت ديجا البرنامج تاع الرياضيات. من بعد بقات غير التمارين والمواضيع والوضعيات. المحاسبه كنت حصلت على 15 الله يبارك ما شاء الله، علامات جيده. الحمد لله. وفي الوقت هذا كانت نسبه النجاح، نعاود نقولها، كانت نسبه النجاح في شهاده البكالوريا كانت ما تتعداش 23%، ما تفوتش 23%. في السنه اللي تحصلت فيها انا على شهاده البكالوريا كنت عملت المدرسه العليا للتجاره،
فقط ما عندكش هذيك ما عندكش لافيش دو فو هذيك بطاقه الرغبات هذيك، تروح لاي جامعه حاب تروح ليها ولا معهد ولا ب 10 64 درت المدرسه العليا للتجاره. صديق لي ب 10 61 دار طب، دار ميدسين، والمستوى يعني كان مرتفع، والحمد لله. دوك راني نشوفوا شهاده التعليم البكالوريا ما راهيش تنزل من تحت 50%. هذه هي يعني عندكم فرصه كبيره. فرص الانسان غير يجتهد شويه برك، يجتهد شويه. وقلت لك اذا كان تلميذ تلقى صعوبات ولا ما اجتاز الشهاده في هذه السنه هذه، عنده فرص العام الجاي، عنده فرص العام اللي هو الانسان ما يخممش حتى العام الجاي ولا، هو الانسان يتوكل على ربي ويخليها سبحانه خلاص. الانسان مهم يسعى فقط، ماشي يخمم قبل راني بالك ما نديش الباك يبدا هو مخليه. لا، لازم يكون ايجابي، لازم يكون ايجابي، ولازم يكون نفسيته متهيئه، ولازم يكون قادر يدير حتى في المنزل، قادر يدير تيست معناها هكاك شغل عطاوه السوجي كيفاش يتعامل مع السوجي كيفاش. صدقني هذه والله شوف تجربه خاصه بين شهاده البكالوريا يعني بعد الامتحانات وحتى التاريخ اللي ظهرت فيه النتيجه تاع البكالوريا. كنت كل يوم قبل ما نرقد ندير ان بولتان، نقيم العمل تاعي، طلع حسابات وحدك، نحسب شحال ابيبري تحليل المعدل، وصدقني كان بالتقريب للمعدل اللي تحصلت عليه في شهاده البكالوريا. الانسان يعرف قدراته، يقدر يقيم نفسه. صدقني يقدر يقيم نفسه، يعرف وين راه يدور ابيبري، يقدر يعرف وين راه خدم، يقدر يعرف وين. انا وليدي كان في الامتحانات من قبل يجي يقول لي ما يقولها راني غلط في الرياضيات كذا، وراني غلط يعني يعرف الاخطاء تاعو، راني في هذيك راني يقيم نفسه بنفسه. درت كذا، نقول وليدي شحال تجيب ابيبري، يقول لي نجيب كذا. يقدر يدير البيلتان تاعو وحده. تقييم. أستاذ، هل لديكم روتين مثالي تقترحونه لصباح يوم الباك؟ نرقدوا بكري، كما كنا نحكي من قبل على دورة النوم. ارقدوا بطريقة صحية وبطريقة جيدة. حضر كامل الأوراق تاعك، عندك الرقم تاعك هذاك ولا الاستدعاء تاعك لازم يكون حاضر. دائما تكون عندك نسخة ثانية من الاستدعاء، نسخة ثانية طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطني. ممكن بالك يعني تتبحر لك. حاجة واحدة أخرى ثاني، يوم الامتحان خاصة النهار الأول تاع أيام الامتحان، الإنسان ماذا به يروح بكري المركز الامتحان، خاصة اليوم الأول باش يعرف القسم وين راح يجوز. باش كاين حاجة واحدة أخرى تاني اللي ممكن بالك ينتقلوا من منزل تاعهم إلى مراكز الامتحان، يروحوا عن طريق الحافلات ولا عن طريق سيارات أجرة، ولا يروحوا مع الوالدين تاعهم. دائما احنا في الجزائر دائما يديروا حسابهم على جال لونكومبرومون، يعني بالك الطريق تكون مغلوقه، بالك يكون كاين حادث، بالك من بعد يلحق متاخر، من بعد تكون عنده. هي من الاحسن استاذ يصلي صلاه الفجر بعدين يريق الامور ويخرج ويتكل على ربي. ويتكل على ربي. لا، ويتكل على ربي. هذه هي ويكون قلت لك كلش محضر. يحاولوا كذلك التلاميذ يجتنبوا الوسائل تاع الغش، يجتنبوا الغش في الامتحانات، لانه هذا الدين تاعنا ولا اخلاقيا شيء ما يعني محرم، قانونيا ممنوع. هذه هي. ودير اللي عليك والباقي على ربي سبحانه. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق. احنا ان شاء الله ماذا بينا كاع ينجحوا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. والجزائر هذه راهي الجزائر راهي كي الام كما نقولوا احنا، كي الام، وما كاش ام تحب الشر لاولادها. الجزائر راهي حضرت كامل الظروف، حضرت كامل، ممكن بالك عن غير قصد كاين هناك بعض النقائص اللي ما تأثرش على سيرورة الامتحانات، يمكن تداركها إن شاء الله في السنوات القادمة وفي الامتحانات القادمة. كما كنت نقول لك من قبل، احنا
الانشغالات الانشغالات تاع الاولياء راح نوصلوها للسلطات الوصيه والسلطات المعنيه. من بعد هي راح تكون ندوه صحفيه راح تجاوب على الانشغالات والملاحظات هذوما ان شاء الله. واذا كانوا صح اخطاء ولا نقائص يحاولوا كيفاش يداركوهم ان شاء الله السنوات القادمه ولا في الامتحانات القادمه ان شاء الله يا ربي. استاذ، ما هي الكلمه الاخيره منكم لكل تلميذ يستعد للبكالوريا ولكل ولي يعيش معه في هذه المرحله؟ وش حنقول لهم؟ انا نقول لهم بالك لو كان نقول لهم ربي معاكم راح يزيد يخافوا اكثر. سمعتني؟ حاولي ربي معاه يخاف. مستحيل يخاف. لا ممكن بالك احنا نفهموها بطريقه خاطئه. كي تقولوا ربي معاك يقول لك بالك ممكن بالك شيء هذاك يخوف. والله صدقوني شيء عادي جدا اكثر من عادي. ما تعطيولوش اهميه اكثر من ما يسحق. هو صحيح بانه شهادة مهمة في المسار الدراسي ولا في المسار المهني ولا في المسار تاع الإنسان بصفة عامة، ونتمنى لولادنا النجاح. لكن قلت لك يبقى شيء عادي في حياة الإنسان. وربي معكم وما تنخلعوش، ما تخافوش إن شاء الله يا ربي. في الأخير قلت لك أنا نشكر الإعلام اللي يعتبر جزء مهم من المنظومة المجتمعية، من المجتمع ككل ومن المنظومة التربوية. نشكر كذلك رؤيا تيفي اللي كانت عندنا عدة تدخلات من خلالها طول سنة، يعني من بداية السنة، اللي كانت رافقة الاتحاد الوطني للأولياء التلاميذ. حبيت نوجه رسالة للأولياء باش يكونوا أكثر اهتماما ولا يعطيوا أهمية للفرع المدرسي، لأنه التلميذ يحتاج ولا في حاجة إلى اهتمام ولا شعور باهتمام غيره به. يعني باش يحس باللي الوالي تاعو راه مقرب منه، لازم يشوفوا في المدرسة، يشوفوا يديروا له نشاطات في المدرسة، يعني يساهم باش يوفر ظروف ملائمة ومريحة للتحصيل العلمي للأبناء تاعو، أبنائنا الأعزاء. شكرا لك أستاذ عن الكلمات القيمة اللي أعطيتهم الناس. استفدنا منك بزاف كلمات قيمة، وخاصة هذه الرسالة ما شاء الله. قلت الأخ أيمن عجبتك الرسالة اللي بعثتها مدرسة في سنغافورة لأولياء التلاميذ. الرسالة هذه راح نبعثها لك في الواتساب وباش تنشروها إن شاء الله. ونتمنى الأولياء أنهم يستوعبوا بأنه النجاح ما راهوش فقط في الدراسة كما قلت لك من قبل. النجاح هو نسبي. يقدر هذا التلميذ ولا الطفل ينجح في المسار المهني تاعو، ينجح في الرياضة، يقدر يكون فنان، يقدر يكون رسام، يقدر يكون إنسان ناجح في مجالات أخرى. والرسالة راهي لخصت كل شيء إن شاء الله أستاذ. وإن شاء الله نتمنى لك أيضا أنت المزيد من النجاحات والتوفيق إن شاء الله في مسيرك الحياة. إن شاء الله إن شاء الله. أنا إذا ربح إن شاء الله أنا نسأل لك الفعل إن شاء الله. وإن شاء الله نتمنى أيضا جماعة شهادة التعليم المتوسط إن شاء الله يفرحون. إن شاء الله نتمنى لهم النجاح والتوفيق، وأيضا لشهادة البكالوريا نتمنى لهم التوفيق. هنا لنهاية حصتنا من برنامج الطريق إلى المعلومة. انتظرونا في عدد جديد. سلام.